السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. بصوا يا حبايب قلبي، احنا هنا قضيت اليوم ده عند ماما. كنا كلنا عند ماما، انا وعيالي واختي وعيالها وعيال اخويا ومرات اخويا ووالدتي وكده. فكنا بقى قاعدين عند ماما، فقلنا ايه، ماما وكده عزمتنا على سمك، فقلت ايه، رحنا جبنا السمك دوت. قلنا بقى نعمله على الكانون وكده. الكانون دوت احنا بانيينه من زمان قوي، يعني انا مش عايزه اقول لكم بقاله كام سنه، بس جميل وكل حاجه. بصوا السمك فيه بيبقى ليه طعم تاني خالص غير اللي بتشوه بره او بتشوه في الفرن، بيبقى طعمه جميل قوي. الناس اللي عندها كانون عارفه الاكل على الكانون بيبقى طعمه عامل ازاي. بصوا بندخن الدنيا كلها، بس بيبقى يوم جميل بصراحه. اكله السمك دي بتبقى جميله قوي، انا بعشق السمك ده بصراحه. فكل اكتر اكلنا عند ماما بيبقى عباره عن سمك بصراحه، يعني لان بصراحه بيبقى طعمه جميل. فهنا بقى اختي اللي كانت بتشويه، انا بصراحه مش بعرف اولع الكانون ده خالص. فايه قلت لاختي تعالي ولعهولي وكده، قالت لي مش هتعرفي ايه، انا هشويه، انت تعالي ايه اقعدي جنبي وكده. قلت لها خلاص، مش بصراحه ايه، رددت وشويته وانا ايه ملحته عليها. التملحه دي بتبقى عباره عن توم وكمون وخضره وليمون وملح. فكانت برضو مرات اخويا اللي عاملاها، ومرات اخويا برضو اللي غسلت السمك، وانا ايه سويت الرز وغسلت الخضار. فهنا بقى ايه كنا بنشوي السمك كده، ومرات اخويا كانت قاعده بره في الصاله بتعمل السلطه. بصوا اليوم اللي بنقضوه عند ماما دوت بنقضوه كده ايه، يعني كل واحد ايه يبقى ايده بايد التاني كده، نعمل اي حاجه عشان نخلص الاكل بسرعه ونسعف ايه بعضنا، لان العيال بصراحه بتبقى عايزه وجع قلب لوحدها، فمحدش بيسلك يعمل حاجة لوحده، فكل واحد كده ايده بايد التاني عشان ننجز ونخلص بسرعة ونقعد بقى نفوق للعيال. هنا بقى خلاص اختي كانت بتقلبه كده، بصراحة البتاعة دي كانت مغلباها، فقالت ايه اقوم اقلبه كده بايدي بسرعة عشان ايه ننجز. فهنا العرصة دي كانت بتاعت فرن قديم. هنا بقى دي اوضة الحمام، بابا كان غاوي تربية حمام الله يرحمه. فدي بقى اوضة الحمام، كان بصراحة فيها حمام كتير قوي، بس اللي مات بقى زي ما انتم شايفين بقى هنا، معلش كان في صوت زعيق. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده كنا بنعمل السلطه في الصاله مرات اخويا. هنا بقى خلاص انا بقى بطلع السمك وبملح. بصوا ربنا يكفينا شر النار يا رب وعذابها. بصوا بصراحه آه يعني صهد جامد قوي طالع عليا وانا بلم السمك، بس قلت ايه اوريكم برضو معايا انا بعمل ايه. بنلم السمك كده وبملحه في التملحه دي، وايه وبحط وبرصصه على القفص ده عشان ما يبقاش ايه مسلسل جامد. برصصه كده على القفص عشان ينزل ايه تمليحه الزياده، وبشيله احطه في الصينيه. السمك ده كان 4 كيلو. السمك ده غالي، يعني السمك معرفش غالي ليه بصراحه، مش عارفه بصراحه يا جماعه الحاجه اسعارها غلت كده ليه. يعني الاكله دي والله العظيم الاكله دي مكلفه 200 جنيه. هتقولي لي ازاي، هقول لكم معرفش. احنا جبنا 4 كيلو سمك من اللي هو ده، كان ب25. فهنا مرات اخويا بتقرب لي السمك بصراحة، ربنا يكفينا شر النار يا جماعة. الصهد بس اللي طالع صعب 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 بصراحة. الله يكون في عون اختي، والدخان اللي كان بيطلع بصراحة كان يوم صعب خالص. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده اختي بقى بتبدأ ترصص كده اول باول، بترصص ترصص، وانا وراها على طول املح واحط على القفص، املح واحط على القفص على طول كده زي ما انتم شايفين. بصوا بتبقى اللمة جميلة والاكل بيبقى حلو. بصوا احنا قعدنا نصور حاجات ياما، وكل ما نصور حاجة نحذفها عشان اخر ما زهقت بقى قلت لهم خلاص انا هنزل اللي صورته وخلاص. هنا بقى بدأت ارصص، انا بوريكم انا بعمل ايه، بس في الاخر ايه كملت انا ايه الترصيص ايه براحتي كده وظبطت الدنيا. هنا زي ما انتم شايفين كده احنا بقينا نطلع وناكل، وفي الاخر ايه نزلنا الباقي. بصوا يا جماعة هنا بقى زي يعني ايه، زي ما انتم شايفين بصراحة احلى حاجة شوي الكانون ده، والله العظيم نفسي كلكم تدوقوه، طعمه جميل قوي. هنا بقى العيال قاعدة عمالة تهيص. هنا بقى كنا خلاص اتغدينا و... وكلنا بقى كلنا وغسلوا المواعين وكنسوا الصلاة. بصوا انا بعد الاكل ده، بعد ما اكلت السمك، انا حسيت ان انا واحدة غير
غير الواحدة حسيت ان انا سخنة وسخونية بقى وترجيع ومش قادرة، يعني انا كنت داخلة على دور برد ومعرفش، فكنت قاعدة هنا بقى تعبت شوية، وبعدين قمنا بقى ايه العيال كده بتقعد تلعب زي ما انتم شايفين كده، وبعدين يوجعوا دماغي اقول لهم انزلوا العبوا في الشارع. بنفضل بقى طول اليوم على كده يلعبوا شوية، دول عيالي وعيال اخويا وعيال اختي، عيالنا كلنا. فهنا بقى بيقعدوا يلعبوا كده. بصوا انا مش عايزه اقول لكم الصداع بيبقى، احنا بنروح مش شايفين اصلا بعينينا بسبب دوشه العيال، كله يهون الا وجع دماغ العيال ده يا جماعه، بيبقى صعب جدا، ربنا يخليهم يا رب ويبارك فيهم. فهنا بقى خلاص ايه قالوا يلعبوا شويه، ونزلوا يلعبوا في الشارع شويه، وبعدين غننا لهم ورقصوا شويه. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب الذريه الصالحه، ويخلي لكم اولادكم جميعا يا رب ويبارك فيهم ويبارك في عمرهم يا رب، ويدي اللي عايز يا رب ويسعدكم جميعا. بصوا حبايب قلبي، انا عايزه اشكر اي حد جايلي من عند قناه فريده، ربنا يا رب يحفظها ويخلي لها ساجد يا رب ويبارك في عمرها. بصراحه انا فرحانه جدا بالناس اللي دخلت لي من عند فريده، ربنا يسعدك يا رب يا حبيبه قلبي ويخلي لك ساجد يا رب يا حبيبه قلبي. وشكرا لاي حد بيدعمني يا جماعه، انتوا كلكم على دماغي. وبصراحة أنا بحبط بسرعة، بنزل فيديوهات ما بلاقيش عليها مشاهدات بحبط، فمش برضه أسجل تاني. فربنا يوفق الجميع يا رب. ما تنسوش تحطوا لي لايك، وإن شاء الله عايزة أعمل الانتساب وأعمل اللي هو الشكرا ده، عشان إيه يعني هما جالي من اليوتيوب برضو إن أنا أعملهم، بس أنا لسه لحد دلوقتي مش عارفة هما بيتعملوا إزاي. إن شاء الله هحاول أعملهم، وربنا يوفق الجميع يا رب ويخلي لكم أولادكم جميعا. هنا بقى ايه كانوا الاولاد بيلعبوا شويه زي ما انتم شايفين كده، وهنرجع بقى تاني هصور لكم. بصوا إيه، انا ما صورتش اليوم كله، اليوم طبعا كان في غسيل مواعين وكان في كل حاجه، بس المشكله ان انا اختي منقبه وبرده مرات اخويا منقبه، فانا مش يعني محافظه على قد ما اقدر ان هم ايه ما يظهروش معايا وشهم ما يبانش، ما طلعهمش. قولي يا ستة قولي. بس كده يا حبايبي، كده خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناة. وهنا بقى ده محمد ابني ودي والدتي، ربنا يوفق الجميع يا رب، ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناة، ربنا يوفق الجميع يا رب. مع السلامة حبايبي.